السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نعطي حقوق الله سبحانه وتعالى وما فرضه علينا من الواجبات مثل الخمس إخواني والزكاة. هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير، أنه البعض من الناس إخواني للأسف الشديد يتهاون في إعطاء الخمس، يتهاون في إعطاء الزكاة، ولما نأتي إليه ونقول أنه قد تعلق في أموالك الخمس أو الزكاة، ماذا يقول؟ يقول أنا إلمن أعطي مولانا سيدنا، أنا إلمن أنطي للنايم للظهر. للأسف الشديد إخواني نسمع هكذا كلام في مجتمعنا وبين الناس المؤمنة اللي احنا نثق بيها. في الحقيقة أنت لست معطي لهذا الإنسان الذي ذكرته بهذا التعبير، بل أنت معطي لله سبحانه وتعالى. أنت في الحقيقة ممتثل ومطيع لله سبحانه وتعالى في إعطائك الخمس، في إعطائك الزكاة، والله سبحانه وتعالى يثيبك وتكون من المرضيين لديه إن شاء الله تعالى. فينبغي على الإنسان المؤمن الحقيقي أن يعطي ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه من الخمس ومن الزكاة، ولا يذهب بحلمه الشيطان ولا يوسوس له الشيطان، وفي نهاية المطاف يصبح من الخاسرين من النادمين ولا ينفع الندم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي يعني إذا مات أو سقط في جهنم، بعد هذا المال ينفع له وما ينفع؟ ما ينفع إخواني. فهذه فرصة سانحة ما دام هو في الحياة أن يعطي الخمس، يعطي الزكاة، يعطي كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه ويخلص رقبته إن شاء الله تعالى. وعندنا في الأخبار والروايات إخواني أن لهذا الموضوع مخاطر كبيرة، أي الذي لا يؤدي الخمس ولا يؤدي الزكاة. الوارد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: من منع قيراطا من الزكاة، يعني الشيء البسيط، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يعني يموت والعياذ بالله على غير ملة الإسلام. فعلى الإنسان المؤمن الواعي الذي لديه مسكة عقل أن يؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من الخمس والزكاة. وأيضا أيها الأحباب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ملعون ملعون مال لا يزكى، يعني هذا المال إخواني إذا لم يزكى الإمام الصادق يقول هذا ملعون، لا خير فيه، لا بركة فيه، وهلم جرا. وأيضا أيها الأحباب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: استمعوا لهذه الرواية الخطيرة إخواني، خلي الإنسان يتأمل بينه وبين روحه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه، يعني عاقب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لتركه ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا أيها الأحباب الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة له. فهذا الموضوع إخواني لخطورته ينبغي أن نلتفت ونؤدي ما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. أحببت أن أبينه حتى يكون بعلم الأحبة إن شاء الله ونبرز ذمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.